Hold up. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لو جينا نقارن امبارح حاجتين او مشهدين او موضوعين اتقالوا تقريبا في وقت واحد او في زمن واحد، وانا مش مقصد يعني مش هقصد بالمقارنه دي اقول مين افضل من مين او مين احسن من مين، بس خلونا اخد رايكم. طيب الجول اللي جابه عماد متعب امبارح بتمريره حسام غالي، شفنا تمريره ثلاثيه عامله ازاي عشان توصل في الاخر لعماد متعب. عايزينه يجيب جول، مسج عايزين يعملوه او يقولوه او يوصلوه انه لازم عماد متعب يجيب جول، لازم تترفع روحه المعنويه، لازم يهز الشبكه. دي بيسموها في علم النفس حاله حب، تعاون، عمل جماعي يوصلك في الاخر للنجاح. وده الطبيعي لما الجروب يبقى حابب بعضه، لما الناس تترفع عن كل واحد يبقى حابب يعمل هو كل حاجه لنفسه. لا، احنا بنشتغل عمل جماعي كلنا، فالنجاح بيصب علينا كلنا والفشل بيصب علينا كلنا. الناحيه الثانيه، امبارح علاء عبد الغني مدرب الزمالك المساعد السابق الحقيقه اللي مشي بقرار من كام يوم، كان بيبكي في التلفزيونات اليوم، وامبارح حتى هاجمته يعني. امبارح طلع قال حاجه عجيبه جدا، قال لك تعرضت للضرب من رئيس النادي مرتين. قارنه في الاهلي التعاون عامل ازاي وبيؤدي لايه، وقارنه بين تصريح علاء عبد الغني اللي قال ان رئيس الزمالك تعدى عليا مرتين، بيذكر منهم مره بين شوطي مباراه اتحاد العاصمه الجزائري اللي اقيمت هنا في مصر وانتهت بالتعادل لو تفتكروا. كان الزمالك خسران 1-0 وجاب الجول في اخر دقيقه يمكن في الماتش بتاع مايوكا، الجون الصدفه اللي جابه مايوكا ده. بين الشوطين نزل رئيس النادي على روايه علاء عبد الغني وقال انه اعتدى عليا. بيقول انه ما كانش متوقع كده ابدا، ومش متوقع ان هم كانوا يمشوه، وانه يتقال عليه مدرب خفيف، وانه بينقل معلومات غلط. ده هو كان بيتضرب وساكت، وبيقول ان هو 5 مرات بيحاول يقدم استقالته وإناسيو متمسك بيه. وقال ايه في الاخر؟ كل ده يتضرب ما يتضربش هو حر، في الاخر هو حر. قال غياب الحب وراء الخروج الافريقي والنتائج السيئة، لم يعد هناك التفاف حول الفريق، كنت مدرب مساعد ومعد نفسي ومطبطباتي. بيقول كده بالنص، غياب الحب وراء الخروج الافريقي. شوف الاهلي الحب عامل ايه. بقول انا كنت معد نفسي في نادي الزمالك، يعني مليان مشاكل، مليانه خناقات، مليانه ازمات. بيقول في الاخر انا كنت مطبطباتي في نادي الزمالك. هسيب لكم انتوا المقارنه واسيب لكم انتوا في الاتصالات تقولوا لي مين بيعمل ايه مع مين ومين الصح ومين الغلط، وارجع لكم تاني. في ماتش مهم جدا لنادي الزمالك. ليه بقول مهم؟ لانه الزمالك عنده مشاكل كتيره جدا هذا الموسم، وخسر بطوله الدوري، والجمهور مش مبسوط، والاداء مش عاجب الناس الفتره الاخيره، وخرج من بطوله افريقيا، وحديث كتير على اللعيبه والجهاز ومشاكل. دايما بيخمد المشاكل الانتصارات والفوز والوصول لمنصات التتويج. بطوله كاس مصر هي بطوله مهمه، هي البطوله الثانيه في مصر، فبالتالي رغم كل اللي بيتقال على اللعيبه، رغم كل اللي بيتقال ان ده ماشي ده قاعد ده عامل، ده غلط. وحتى إناسيو كان ليه تعليق في تصريحات امبارح وقال انه اكتر حاجه زعلته او ضايقته ان في كلام كتير على اللعيبه رايحه ولاعيبه جايه، لكن في النهايه اللاعب لازم لما يتحط في محك زي ده، خصوصا لما يكون لعيب نادي كبير زي نادي الزمالك، لازم يثبت جداره وكفاءه. ودي فرصه لعيبه الزمالك انها تثبت انها فعلا على قدر المسؤوليه، على الاقل قدام جمهورها، بعيد على مين ماشي او مين موجود. النهارده الزمالك عنده مباراه مهمه مع طلائع الجيش. هقول لكم التشكيل متوقع والقائمه اللي اعلنها إناسيو.
عارفين انه الكسبان من الزمالك وطلائع الجيش هيقابل النادي المصري مفترض في اغسطس الجاي، ماتشات سيمي فاينل كاس مصر يوم 8 و9، وايضا مصر المقصه هيبقى الماتش الرابع في كاس مصر، هيتلعب يوم الثلاث القادم. برضو اللي هيتاهل هيلاقي النادي الاهلي في الدور قبل النهائي. كان المصري عارفين فاز على انبي يوم 13 مايو بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1. لكن السؤال اللي كان ساله الكابتن حسام حسن، قال انا هلعب بمين في السيمي فاينل؟ هكمل الكاس ازاي؟ هل باللعيبه القدام اللي مقيدين واللي منهم ناس مفترض اتباعت او مشيت او هيسيبها، ولا باللعيبه الجداد اللي هو تعاقد معاها قبل كده؟ انا معايا على التليفون الكابتن احمد مجاهد عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، والحقيقه عنده خبره ضخمه جدا فيما يخص اللوائح والمشاكل اللي حاصله دي، اكيد عنده اجابه لهذا السؤال. باشمهندس احمد صباح الفل. صباح الخير يا استاذ محمد. انت سمعت سؤالي والناس كلها بتسال والكابتن حسام حسن والمدربين بيسالوا، انا هلعب كاس مصر بقيته ازاي؟ هل هلعب باللاعبين المقيدين عندي طول الموسم ده، رغم ان في اعلن ان في ناس مشيت، في ناس تعاقدت مع انديه اخرى، في قيد هيتفتح مفترض الشهر ده، ولا هيلعب باللعيبه الجدد؟ واللعيبه الجدد المفترض منهم لاعبين بيلعبوا في انديه اوريدي وصلت للدور قبل النهائي زي الاهلي، احمد الشيخ هيرجع له من المقصه. طب الاثنين ممكن يقابلوا بعض، الاهلي والمقصه، هيلعب احمد الشيخ مع الاهلي ولا مع المقصه؟ طب الاهلي هيأيده في افريقيا مفترض الكام يوم الجايين، فهيبقى متقيد في الاهلي وهيلعب مع المقصه ولا هيلعب مع الاهلي؟ اللوغاريتم ده اجابته ايه؟ بص انا هقول لك على سريعا على نقطه. لو كان من يومين ثلاثه قاعد بيتردد حصل تحفظ او اعتراض على مساله المسابقات في اجتماع مجلس الاداره، والناس بقى قعدت تفسر الموضوع، لا ده اختلف احمد مجاهد مع المهندس هنا بريده والقصه دي، تقريبا محور الكلام كان حوالين النقطه دي، ان احنا كنا نتمنى ان تنتهي جميع المسابقات قبل ما نبدا البطوله العربيه بشكل طبيعي قبل القيد شهر 7 فندم، وقبل القيد ما يتفتح، قبل القيد ما يتفتح موسم طبيعي نبقى نهينا المسابقه والناس ارتاحت، يبقى موسم بدا وانتهى، كاس مصر اتلعب بنفس القيد، الدوري انتهى طبيعي، الفرق اللي مشاركه في افريقيا، كان الكلام ده من قبل، حتى الحوارات دي كانت بدات من قبل حتى ما تخرج سموحه ونادي الزمالك من البطوله الافريقيه. تمام. ان احنا نعلم ان القيد الافريقي ينتهي في 5/8، ان الانديه تقدر تستكمل اللعيبه في 5/8، لو في نادي قلنا الاهلي باقي له مكانين او حاجه، الاهلي باقي له 3 مثلا، مثلا 2 أو 3، الزمالك 2، الاهلي 3 وهكذا. فانت بتتكلم في فرق مثل مصر، فكان المحاوله والضغط والحوار كله، يمكن دي كانت نقطه الخلاف في وجهه النظر مع السيد رئيس لجنه المسابقات، ان كان ممكن احنا مخلصين من بدري، كان ممكن يبقى فيه ضغط. صحيح حصلت تاجيلات بسبب مشكله نادي الزمالك، بسبب منتخب الشباب لو تفتكر فبراير. لا هو بقى يعني بص، احنا كل منتخب الشباب الحاجات دي كلها معذوره، ورغم هذا كان ممكن نخلص بشكل طبيعي جدا ومبكر عن كده. فدي كانت يمكن النقطه اللي فيها اختلاف وجهات النظر. ومشكله الزمالك والمقص لما البنالتي او الماتش الانسحاب بالظبط، قعدنا فتره طويله جدا نتاجل مباراه الجيش، ثم تاجل الزمالك والشرقيه لحد ما تعدي كام يوم، يعني اتكلفتوا كام يوم في القصه دي؟ اتكلفتوا كام يوم في القصه دي؟ اتكلفنا اكتر من حاجه و20 يوم او 30 يوم تقريبا في القصه ديت، يعني في مباريات بتؤجل، وتأجل مباراة الشرقية لما تعدي الجمعية العمومية، يعني كل التأجيلات دي عملت انعكاس في الوقت الحالي. صحيح الأندية غير مسؤولة عنه، احنا ممكن يكون الظروف هي اللي حكمت بكده، لكن رغم كل هذا كان ممكن ننهي بشكل طبيعي جدا جدا جدا. لو احنا بعد مباراة المنتخب ما رجع من تونس يوم 11 كنا قدمنا المباراة ال14، الاهلي كده كان حسم الدوري وكان عنده مباراه مع سموحه كان يقدر يلعبها، والزمالك كان عنده مباراه مع اسوان، لو كان لعب 14 و17 كنا نقدر النهارده بعد ما اخر مباراه من البطوله الافريقيه اتلعبت، كان عندنا يوم 12 و15 و19 نقدر ننهي كاس مصر بشكل طبيعي. كل الانديه اللي بتلعب افريقيا كانت بتضغط عشان تاجل، عشان الاجهاد وعشان المجهود، فالاتحاد كان في غالبيه الاحوال بيرضخ للتاجيلات دي. كل ده عمل المشكله اللي احنا فيها النهارده. المشكله اللي احنا فيها النهارده وهو ده كان سبب تحفظي يمكن في الجلسه على اللي حصل. وبعدين انت النهارده بتيجي اتحاد
السنين اللي قبل كده يقول لك انتوا كنتوا بتلعبوا السنين اللي قبل كده كاس بالقيد الجديد. كان في ظروف، مره في 30/6، مره حصل التوقف بسبب حادثه مباراه الزمالك وامبي. كان في اسباب تقول ان انا عايز اكمل مسابقه، واسباب اجلت البطولات، فكان الوضع ما كانش مستقر. خلي بالك ان الاتحاد السابق تولى في 2012 يعني في ذروه الاحداث اللي كانت موجوده في مصر. فكان عندنا حجه ان انت خلاص مضطر ان انا بالقيد الجديد واكمل كاس مصر. الحقيقه ان الموسم الحالي هو مفيش حجه ان كنا نوصل للي احنا وصلنا له، لكن في كل الاحوال عشان ارجع بقى انا بس ايه بقول لك ملابسات الامر يعني. لكن تعالى بقى النهارده للظروف اللي احنا فيها، احنا قدام امرين، وده سبب تاجيل الجلسه وحسم هذا الامر. انت تلاقينا حتى طلعنا قلنا 30 لعيب و5 قايمه منفصله، لكن لم نحدد موعد بدء القيد لان كان في خلاف. انت النهارده لو عندك النادي الاهلي فقط عنده 2 أو 3 لعيبه هيتأيدوا او هيستكمل بيهم قيمته في افريقيا، وممكن يستكمل من الموجودين. يعني ممكن مثلا هيعيد اكرم توفيق، ده انا هطلع من فلان اللي هيتسجل، فيبقى انت فتحت للناس كلها دون سبب. انت بتتكلم عن ال3 لعيبه دول في وجهه النظر، عشان ال3 لعيبه دول هعمل المره دي قيد استثنائي، هفتح القيد بدري. الانديه اللي لعبت مثلا الاهلي هياخد مثلا يعني هشام محمد من المقصه، هو في مثال واضح احمد الشيخ، يعني حتى لو مش هشام محمد، مثلا هشام محمد واحمد الشيخ. الزمالك ياخد داوود، لا ده هياخد اسلام محارب، المصري هيتاخد منه لعيب. كل الكلام ده هيعمل ارتباك. طب انا النهارده هلعب كاس مصر بناس جديده، يبقى لازم تديني مهله ان اللعيبه الجديده دي ابدا اشتغل بيها، ايدها واطلع لها كارنيهاتها وابدا اشتغل واعمل لها اعداد. بعيد حتى يا باشمهندس عن المهله، في لعيبه هيبقى في انديه مشتركه، يعني زي احمد الشيخ المثال اللي انا اديته. لا مش مشتركه خلاص، هيتنقل النادي اللي مشارك وهيلعب على نهائي او قبل نهائي بطوله هيخسر لعيبه. كل ده بعيد عن الناس، ده الاهلي ممكن يواجه المقصه في الدور قبل النهائي طبقا للقرعه. لو الاهلي تغلب على سموحه هيقابل، لو المقصه تغلب على سموحه هيقابل الاهلي في السيمي فاينال خلاص. طب المقصه في هشام محمد رايح الاهلي، وفي احمد الشيخ كان عرى وراجع. طب انا بقول لحضرتك في رايين. الراي الاول ان انا افتح القيد الجديد، فيبقى القيد اتفتح للناس تقدر خلاص، يبقى انت هتلعب بالناس الجديده، وده له عيوبه وله يعني اخطاء زي ما انت بتقول، يعني زي ما حضرتك بتوضح. النقطه الثانيه ان انا مش هفتح القيد وهستمر وافتح القيد بعد مباراه نهائي الكاس، وده الشكل الطبيعي. طب والاهلي يعمل ايه في افريقيا؟ يعني يبقى انت في الاخر هيقول ان النادي الاهلي كان محتاج لعيب او 2 يدعم بيهم قيمته في البطوله الافريقيه. فالمساله دي تم تاجيلها حتى يوم 24/7 مع مجلس الاداره ان شاء الله 24/7 لحسم الامر ودراسته من كل الجوانب. هل في امكانيه؟ انت بتميل لايه يا باشمهندس؟ لا انا بميل دايما للطبيعي، للشكل الطبيعي. حضرتك التاجيلات دي الانديه كانت بتطالب بتاجيلات، وانا عارف ان الانديه ساعات بتزعل مني في الحاجات دي، سواء الاهلي او الزمالك او سموحه. كون ان النهارده بقى المستفيد الوحيد هو النادي الاهلي، معلش الاهلي كان بيضغط في احيان كتير جدا عشان ياجل، وكنا دايما نحذره نقول احنا عايزين ننهي الموسم قبل القيد الافريقي. فالنهارده عشان 2 أو 3 لعيبه ممكن ما يستفيدش هو منهم، او ممكن يكون عنده من تحت السن وعنده 27 لعيب مثلا، وعنده من تحت السن وعنده ناس في القايمه نفسها مش مقيده، فممكن في الاخر بعد ما نعمل كل ده يأيدهم. هفتح القيد واغير كل النظام وهد الموضوع ده. انا بتكلم لو راي شخصي، لكن في الاخر الراي الغالب في المجلس برضه مراعاه ان النادي الاهلي اصبح هو الممثل الوحيد. طب لا، وشاري لعيب زي ازارو دافع $1,000,000 مليون وشويه بالظبط. شاري لعيب عايز يستفيد منه وعايز بص المساله متشابكه، المساله متشابكه ما هياش سهله، والقرار ما هوش سهل. لما تقول لي انت بتميل لايه، انا بقول انا بميل لان كان لازم ان احنا خلاص يعني لو تفتح عمل الشيطان، لكن كان لازم تنتهي كل المسابقات قبل 5/8. ما خلاص سيبك من اللو بقى، خلاص اللي حصل وصريح. ولو كان الامر بايدي والقرار بايدي كان 18/7 19/7 نهائي كاس مصر بمنتهى السهوله، مع احترامي للي بيطلعوا يقولوا اسباب وصل البطوله الافريقيه وصل بطوله الشباب. رغم كل ده ورغم كل الزنات دي كنا ممكن ننهي. اللي بيقول المهندس عامر حسين، يعني هو في الاخر رئيس لجنه المسابقات. الحاج عامر هو اللي حقوق على فكره الراجل. يعني انا اسف انا ما اعرفش الافوكاتو. طيب الحاج عامر حسين الاستاذ عامر حسين لا راجل محترم. بص عامر انسان مؤدب جدا، عف اللسان جدا، محترم جدا على المستوى الشخصي، لا خلاف على نظافته وطهاره ايده، ده ما فيهاش فصال يعني.
لكن ممكن اكون اختلفت السنه دي في الظروف، هو ممكن يكون كان له رؤيه في بعض التاجيلات. يعني انت شايف رغم كل الظروف ده كان بامكان الحاج عامر ان البطوله تخلص 18 بسهوله جدا ولحد النهارده انهي، لحد النهارده لو بايد انا الامر انهي، لو النهارده ازاي قلت لي انهي هنهي. خلاص بقى خلاص يعني مش عارف لا قول لي عشان الناس تفهم. لا يعني الموضوع معلش الموضوع ده سبب اللي الناس فسرته. الناس فسرت الامر ان كان في خلاف شخصي بين الحاج عامر. الحاج عامر اخويا الكبير وعلى راسي من فوق وراجل محترم يعني كنت تلعب امتى؟ كنت تلعب الاسبوع ده الجاي ده سيمي فاينل وفاينل؟ بص يا استاذ، يعني انت كان ممكن تلعب الاسبوع الجاي ده سيمي فاينل وفاينل؟ طبعا. بص يا استاذ محمد، الفكره كلها في ايه؟ هي وجهات نظر، وجهه نظر لها وجاهه ولها احترام وتقدير، وان انا اوسع للناس وادي براح للناس. طب وانت ما تبنتش يا باشمهندس في المجلس ده ليه؟ ما انت عارف انه تبني ما هو ده سبب ما هو اللي الناس بتقوله بقى لها يومين ثلاثه وبتلحن فيه ان خلاف وصل احمد مجاهد وكان عايز نفسه الحاج عامر يمشي. عمر ما كان نفسه الحاج عامر يمشي، وانه اختلف وان المهندس هاني زعل منه وقصه. كل ده كان سببها واصلها هو موضوع الدوري والمسابقات، وان الانهاء كان ممكن يكون بدري عن كده. خلينا نوصل للي احنا فيه، امرنا لله. خلينا نتكلم في الواقع. حتى الان رد بقى على السؤال، حتى الان لم يحسم هل هيفتح القيد قبل مباراتي قبل النهائي والنهائي اللي هو مقررهم الحاج عامر حسين واتحاد الكوره انهم ينتهوا في نص 8، او ان ننتظر ويفتح القيد بشكل طبيعي انساني ادمي لائحي بعد 15/8 ان شاء الله بعد مباراه نهائي. بس ده مش هيقبل من النادي الاهلي اللي حضرتك بتقوله ده اكيد ان هو ما هو ماشي. انا ما هو حضرتك هو النادي الاهلي نفسه كان سببا في التاجيلات دي. يعني هو الحقيقه برضه عشان ما اظلمش بقى الحاج عامر، هو لما كان الاهلي بيقول انا مسافر انا هاجي متاخر هنأجل، وكنا بنقعد نقول لهم كل ده انا معاك فيه يعني بس خلينا نتكلم عن يعني الكابتن مجدي عبد الغني مثلا في اكتر من حوار مع المهندس محمود طاهر قدامي، المهندس محمود طاهر يعني حبيبنا وصديقنا، كان يقعد يقول له عشان تلحق تأيد افريقيا، عشان نخلص قبل ما تأيدوا افريقيا. يعني الكلام ده على فكره اتقال من زمان، لكن انت قاعد تحذر ولما حصلت المشكله اصبح الوحيد اللي مش فاهمين القواعد اتحاد الكوره، الوحيد اللي بيظلم الناس في المسابقات اتحاد الكوره، الوحيد اللي هيعك القيد عشان يضطر يخدم الانديه اللي بتلعب وبتمثل مصر برضه هو اتحاد الكوره. رغم ان اتحاد الكوره من اول يوم بيحذر من اللي هيحصل من اللي حصل ده. طب انا بس انا هتحفظ على كلمه بيحذر، لان افترض اتحاد الكوره بياخد قراراته من غير ما يحذر ولا يعمل، هو افترض قراراته نافذه، لكن انتوا بتتصلوا يعني ده غلط برضو ان انت تتصل تقول له فيقول لك لا فتمشي كلامه. يعني انا بتكلم بشكل عام، يعني المفترض اتحاد الكوره كلامك صحيح. يعني عشان انت ونقدك في محله تمام، وانت بتجنوا الثمار دلوقتي، لكن خلينا نتكلم على الواقع اللي موجود. طب في بطوله عربيه مفترض هتنطلق يوم 21 ولا 22 يوليو 22 حضرتك بتقول لي الاجتماع 24، والقوائم بتاعه البطوله العربيه مفترض هتتبعت قبليها. لا البطوله العربيه دي يعني ما يخص المشاركين في البطوله العربيه دي يحددها الاتحاد العربي. طب الاتحاد العربي هيقفل هو الاتحاد العربي؟ لا الاتحاد الافريقي له قواعد ولوائح. انا اقصد الاتحاد العربي يوم 19/7 مفترض الانديه كلها هتبلغ القوائم بتاعتها، ومفيش نادي اشترى لعيب او تعاقد مع اللعيب هيعرف يحط اللعيب بتاعه في البطوله العربيه يلعب معاه الا لو كان مقيد دلوقتي رسمي. مين قال؟ يعني يقدر النهارده الاهلي يلعب احمد الشيخ في البطوله العربيه معاه؟ ما انا هرد على حضرتك الاول بشكل. الاتحاد الافريقي له قواعد ان اللاعب اللي يقيد الريجستريشن او التسجيل في الاتحاد الافريقي لابد ان يكون مقيدا في الاتحاد المحلي بشكل صحيح. خلاص دي قواعد الاتحاد الافريقي. فعشان كده ان الانديه والعربي كمان كده الاتحاد العربي له قواعد، وهو بقى في البطوله دي هيسمح بمشاركه اللاعبين المنضمين اللي لم يقيدوا في الاتحادات المحليه ولا لا، دي تخص الاتحاد العربي. بس انا هسال حضرتك سؤال، هل ممكن يعني لو النهارده الاتحاد العربي ان نادي جايب لعيب او مستدعي لعيب او في لعيب منتقل اليه وهيلعب معاه لازم يكون مقيد وعقده معتمد المحلي، ده مساله تخص الاتحاد. ايوه بس لازم يكون يعني الاتحاد العربي لو اتحاد حتى الهونولولو وعامل بطوله لازم اللعيب يكون مقيد في النادي وعقده معتمد في الاتحاد بتاعه. ما هو وهل ممكن مثلا نلاقي هشام محمد بيلعب مع الاهلي في البطوله العربيه وبعدين في السيمي فاينل بيلعب مع المقصه؟ لا هو هيلعب ازاي وهو ما زال عقده في المقصه؟ ما ده اللي انا اقصده. انا بتكلم مثلا زي لعيب جايبه النادي من بره زي ازارو تقصد. طب ما هو ازارو ده هيتأيد والاتحاد العربي بيسمح انه يشارك. انا الاتحاد المصري لا علاقه ليا خالص بالموضوع بصراحه يعني انا ماليش علاقه، الاتحاد المصري مالوش علاقه بمساله السماح بالقيد سواء في الاتحاد الافريقي. طب والنادي زي الزمالك هيمشي 10 12 لعيب مثلا تمام،
وعنده بمين؟ هيلعب بمين طيب؟ الجداد. بقول لك يا استاذ محمد ما هو اللي انا قاعد احكي فيه بقى 3 شهور. انت بتقوله ده اللي انا قاعد احكي فيه بقى لي 3 شهور. يا جماعه لازم نخلص وننهي بشكل طبيعي. لو ما نهيناش بشكل طبيعي قدامنا حل واحد بس ملوش تاني، ان احنا نفتح القيد خلاص للموسم الطبيعي الجديد. كل الانديه بقى تنقل لاعبتها وتضم لاعبتها وخلاص، ونستكمل الكاس قوام السنه الجديده زي السنوات اللي كان فيها ظروف قاهره في ال3 سنين اللي فاتوا. حلو، لكن في النهايه انتوا هتجتمعوا 24/7 وممكن البطوله العربيه تبص تلاقي الانديه مش عارفه كمان. لا البطوله العربيه ده موضوع يخص الاتحاد العربي اللي بيبعت للانديه قواعده هم هيلعبوا بايه او هيشاركوا بايه. ده موضوع. وعلى فكره حتى البطوله في كل الاحوال لن يفتح القيد الجديد لو اتفتح قبل شهر 8، يعني قبل 2/8. اصل الاهلي يكفيهم 5/8 بس، ده لو هيعيد يعني. فمفيش مشكله خالص. نهائي البطوله العربيه اصلا 5/8، يعني ما عندوش مشكله خالص انه هيلعب باللي موجودين. في ناس لو الاتحاد العربي سمح له بان المنضمين يلعبوا، ده موضوع يخص الاتحاد العربي، لكن احنا بالنسبه لنا لن يفتح القيد المحلي قبل البطوله العربيه طبعا. عموما انا كابتن احمد مجاهد الحقيقه مش عارف اقول لك ايه، لكن في ناس كانت بتطالب الاتحاد بالاستقاله واعضاء بالاستقاله والكلام ده. هل الكلام ده سليم او ممكن يحصل؟ يحصل. بص خلينا نكون واضحين يعني. في ظروف عدت كان فيها جزء خارج عن اراده الاتحاد نعترف بيه، مشاكل الجمهور ومشاكل الانديه مشاكل، لكن في جزء الاتحاد مسؤول عنه. او مش بص عشان بقى صريح يعني، مش الاتحاد مسؤول عنه. ما هو الصيفي عارف انت مساله ان لجنه المسابقات النهارده هتاخد على لجنه الانديه ولا اتحاد الكوره. طب المسابقه دي نظمها مين؟ يعني المساله فيها شويه لبس. ان شاء الله باذن الله اتمنى ان هو في نهايه شهر 7 يكون محسوم الامر ده للسنه. بس انت كعضو مجلس اداره مش راضي على كل اللي بيحصل ولا على هذا الموسم النهائي؟ انا سبب اعتراضي هو كان وجهه نظري او كان رايي ان كان لابد ان ننهي جميع وكان ينفع يحصل ده قبل القيد الافريقي، وكان ينفع يحصل ده بمنتهى السهوله. هل من تسبب في عدم حدوث ذلك هيحاسب بعيد عن هو مين يعني؟ انت عارف لولا ان انا عارف ان انت ما انتش لسان حقوق ولا انت وكيل نيابه يعني كنت اخاف ارد، لكن عشان انت محمد شبانه يعني من تسبب في تاخير المسابقه بمنتهى الوضوح هو الاتحاد اللي تسبب بقى جوه الاتحاد. لا جوه الاتحاد بقى مين اداره مين موظف مين لجنه هيتحاسب. كل نبي بالاشاره دي هيتحاسب يعني. الاتحاد تسبب في ده لان الاتحاد كان حريصا على ان الانديه الاتحاد كان حريصا على